كان يا مكان في قديم الزمان، حتى كان الحبق والسوسان في حجر النبي العدنان. كان واحد التاجر سميتو منصور، راجل معقول وكلمته وحده، كيسافر من بلاد لبلاد يبيع الزرابي ويشري العطور والعطور والحرير، تاجر يعني. واحد المرة بعد ما كمل التجارة ديالو، كان غادي في البابور كبير وسط البحر، حتى بدات الرعدة والريح والموج ولا يطلع كي الجبال. واحد الدقيقة ولا واحد السويعات البابور تهرس والسلعة مشات، ومرسو منصور لقى راسو لاصق في خشبة والمادة يجو جايبو، حتى رماه في واحد الجزيرة ما فيها حد غير الشجر والطيور. بقى منصور غادي تالف حتى بان ليه واحد القصر كيشعل بالضوء، والحيوط ديالو من الزاج الصافي. دخل منصور وهو مدهوش، لقى تماك واحد الشيخ شيباني، لحيتو بيضا واصلة حتى لصدرو، كيشبه الحكماء ديال زمان. سلم عليه منصور، والشيخ جاوب بابتسامة وقال ليه: يا منصور، ما تطيحش بك الدنيا، راه المرات اللي كتبان ليك فيها الخسارة كيكون مخبي لك موراها ربح عمرك ما حلمتي بيه. منصور بقى مستغرب، والشيخ جبد واحد الصندوق صغير مصاوب من الياقوت الحر، وقال له: هاد الصندوق ما كيتحلش بالساروت، كيتحل غير بالكلمة الصدق. اللي طماع كيضيعوه، واللي قنوع غيوليه هو مول الشان. منصور حط يديه على الصندوق وما فكر لا في ذهب لا في فضة، فكر غير في والديه ومراتو وليداتو اللي خلاهم موراه، وقال: يا ربي تجمعني فيهم بأقرب وقت. أنطق بكلمات الحق وهو يتحل الصندوق، وخرج منه واحد النور مجهد، لقى فيه مراية، ولكن ماشي بحال المرايات اللي كنعرفو. هاد المراية كانت كتبين داكشي اللي في القلب. اللي قلبو صافي كيشوف فيه قاع الكنوز ديال الدنيا وفين مخبية، واللي قلبو فيه الغدر ما كيشوف فيه غير الظلام والويل. منصور شاف في المراية وبان ليه طريق الخير. فجأة سمع الغوات في الشط، لقى بابور كبير عامر بالسلعة والخيرات كيتسناه، والبحارة كيعيطوا بسميتو: منصور، يا منصور، رزقك جا حتى لعندك. وهنا سكتت شهرزاد على الهضرة الزوينة، حيت طلع الصباح وبان الضوء.